احنا النهارده مقابلة صباحية كده مع ضيف جميل من القاهرة. احنا بنرحب بيه جدا جدا. وبشكر الناس اللي عندها مصداقية عالية قوي قوي. وبرحب بضيفنا الجميل من القاهرة. احنا في مكان جميل قوي من اسماعيلية، زالوست. احنا انظروف في طبعا هم دورين بس، بصراحة يعني مكان حلو قوي. انا برحب بكم جميعا. طبعا انا هعرض عرايس عندنا على الصفحة وعرسان. عندنا عروسة 50 سنة، احنا قلنا من التل، مطلقة من غير أطفال، جميل على قدر من الجمال. عندنا عروسة تانية أرملة 41 سنة من الإسماعيلية، عندها طفلين بس الطفلين مع أهل والدهم. عندنا عروسة 27 سنة مدرسة في مدرسة خاصة. عندنا دكتورة صيدلانية 23 سنة. عندنا مجموعة شباب كله تعليم عالي، بس أتمنى يا رب، أتمنى الخير يا رب لنا جميعا. وأتمنى الشباب المسلمين في كافة القرى المصرية والمحافظات المصرية، ونتمنى التيسير. احنا في دعوتنا بالجروب احنا بنتمنى التيسير لكل الشباب، الأهالي تيسر على العرايس والعرسان. الأيام دي الدنيا صعبة، يا ريت نيسر الحلال بدل الحرام ما ينتشر. كفاية اللي احنا فيه، ونتمنى يا رب دوام المعروف، ونتمنى ان الجروب يكبر بيكم، واتمنى المصداقية العالية. انا طبعا بوصل ناس، انا طبعا من الاسماعيلية، في ناس من سوهاج، في ناس من بني سويف، في ناس من حتت كتيرة قوي، بس انا بوصل الناس ساعات ببعضها عن طريق التليفون. دلوقتي عندي برضو عريس من باكستان، bride of Pakistan. He wanted the bride in an Egyptian wife. هو حب ان انا انوه عنه. عنده 26 سنة، عريس باكستاني، عايش في دبي، شغال شيف، عايز يتزوج امرأة مصرية او فتاة مصرية. هو مسلم وكل اقامته في دبي. طبعا بتمنى لكم يا رب حياة كريمة سعيدة، وأتمنى يا رب التيسير. النهاردة ادعوا لنا بالتيسير لشباب المسلمين في المقابلة الجميلة في لوست أو زالوست. مكان حلو أوي بصراحة. أشكركم، سلام.